لو اللحمة بتنشف منكم في الشوي وبرضو عايزين تشوي في العيد، شوفوا الطريقة دي. رحنا هايبر محمود الفار علشان ناخد اللحمة من الجزارة الموجودة هناك. موجود عندهم كل القطعيات، بس أنا أخدت القطعيات المفضلة لي أنا في الشوي. أول حاجة أخدتها طبعا كانت الريش الضاني، انتركوت وشرايح بفتيك، ودي ذوق أي حد ما بيحبش الدهون خالص في اللحمة، وأكيد عرق فليتو. بولة كبيرة هحط كل كمية اللحمة وهنقعها في الكولة نص ساعة تقريبا، وده هيخلي اللحمة تستوي أسرع، لكن مش هيأثر على الطعم خالص. أكيد مش هعمل كده مع عرق الفليتو لأن طبيعته هو قطرة حتة لحمة. وبعد نص ساعة وبعد ما أكون قطعت الفليتو هجهز التتبيلة. كوباية كاملة من مية البصل، وكوباية كاملة من عصير الطماطم المتصفي كويس جدا، فصوص توم صحيحة بس اكسروها، وكمان روزماري، رشة ملح، فلفل اسود، ربع كوباية من زيت الزيتون. هخلط كويس جدا وهسيبها في التتبيلة تقريبا 3 ساعات. ده شكل الجريل بتاعي، هو كهرباء، ممكن تشوه على شواية فحم هتكون نتيجة عظيمة، او اشوه حتى على جريل بوتاجاز. بعد ما اتأكدت ان الجريل سخنت كويس جدا نزلت باللحمة، هقلب فيها بشكل مستمر لحد ما تاخد الشكل واللون اللي انا عايزاه، اللي هو ده بالتحديد. تقريبا اخدت معايا 15 دقيقة، وهنزل عليها بزبدة سخنة علشان تلمعها وتديها طعم حلو، او ممكن تقلبوها في الزبدة لمدة ثواني بس. وبجد خطيرة، لازم تجربوها في العيد.